السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح على جروب فريق مؤسسة رؤية للخدمات التربوية طرحت سؤال وهو الطفل اللي عنده نوبة غضب محتاج ايه؟ والحقيقة الفريق ده بيضم كل أعضاء الفريق بالكامل، سواء الاحتياجات الخاصة أو لأ، يعني في أخصائيين وفي معلمات وفي الفريق الإداري كلنا يعني تمام. فكان السؤال كل واحد بيقول من منظوره مين اللي عنده نوبة غضب. أنا ما حددتش يعني الطفل ده طفل نورمال ولا سبيشال، شخص صغير ولا كبير، أنا ما حددتش. لكن الحقيقة أنا كنت متعمدة إن أنا ما حددش عشان نتكلم في قضية نوبات الغضب للأطفال. الإجابات بتاعت الأعضاء الفريق كانت ممتازة، احنا بس محتاجين ان احنا نرتبها ونعيد التنظير فيها علشان نفهم هي ايه خطوات التعامل مع نوبة الغضب لأطفالنا تحديدا. نوبة الغضب هو شعور طبيعي جدا بيجي لكل البني آدمين، يعني الغضب في حد ذاته شعور طبيعي عند كل الناس. فبيبدأ أول مرحلة في التعامل مع نوبة الغضب هي مرحلة الإقرار اللي أنا من جوايا أنا كمربي، أم، أب، معلم، أخصائي، أيا كان تصنيفي، مدرب، محفظ قرآن كريم، رجل دين في مسجد أو كنيسة، أي شخص مضطر يتعامل مع الطفل أثناء نوبة الغضب دي هو مربي. فرقم واحد أنت من جواك تصدق إن مفيش حاجة عيب في إن الطفل يغضب، مفيش حاجة غلط، قلة أدب، سوء خلق في إن الطفل يغضب. الغضب شعور إنساني طبيعي جدا بيجي لكل البني آدمين والكائنات الحية عموما في التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة. تمام؟ ده رقم واحد. فالإقرار أوله إن أنت من جواك تصدق، أنت عقلك تعرف إن هي مش إساءة شخصية ليك، مش إهانة شخصية لسموك لمعاليك، مش تعدي شخصي، ما تشخصنش الأمر، تبقى فاهم ان دي طفل عنده نوبة غضب. تمام؟ طيب الإقرار ده ليه أشكال كتير، من أولها ان انت من جواك تبقى مؤمن بده، ثانيا من النظرة، من البادي لانجوج بتاعتك. في حد من الأخصائيات قالت لي قد يحتاج إلى حضن، قد يسمح لك الطفل انك تحضنه، قد لا، لكن الحضن شكل من أشكال الإقرار نوبة الغضب، اللي هي الرسالة اللي ورا الحركة اللي هي بتقول أنا متفهم إن أنت غضبان، فبتقولها بنظرة عينك، بتقولها بجسمك، بتقولها بلسانك، بتقولها بحضن أو بلمسة أو بطبطبة، قرارها توصل للطفل مسج أنا متفهم إن أنت غضبان. تمام؟ يبقى أول مرحلة في التعامل مع نوبة الغضب هي إقرار المشاعر أو التأكيد على شعور الغضب أو تفهم موضوع الغضب. النقطة الثانية وهي التسمية، وتسمية الشعور. في قاعدة في التربية الإيجابية بتقول أطلق عليه اسما لتروضه. تسمية الشعور هو أول خطوة لترويضه. نمت تتامت، يعني لما تقول اسم الشعور ده انت أول مرحلة في ان انت تسيطر عليه. فأنا بسمع الطفل انت حاسس بالغضب، انت غضبان دلوقتي. تمام؟ فبأطلق على الشعور باسمه اللي هو انت غضبان، انت حاسس بالغضب. فبعد الإقرار الشعور الغضب بالتفهم الداخلي وبالنظرة وبالبادي لانجوج وبالتلامس عن طريق الحضن أو الطبطبة، بنوصل لمرحلة تسمية الشعور. يعني أسمع طفلي إن هو أنا بقول أنت حاسس بالغضب وأنا مقدرة شعور الغضب ده. تمام؟ يبقى أنا أقريت وسميت الشعور. تاني خطوة لو احتجت ليها وهي وقف الإساءة. أنا متفهم، أنا فاهم إن ده مش عيب لشخصي، مش إهانة لي أنا كمعلم، كأم، كأب، مش حاجة شخصية بيني وبين الطفل، وأقرتها عن طريق نظرة عيني والبادي لانجوج بتاعتي ولمستي للطفل أو طبطبتي عليه، وسميتها وقلت له أنا عارف إن أنت حاسس بالغضب دلوقتي أو إن أنت غضبان دلوقتي، فأنا سميت له الاسم اللي هو اسم الشعور ده. تيجي المرحلة الثانية وهي لو في إساءة من الطفل لازم أوقفها. مفيش مسيء بيوقف إساءة، مفيش مسيء بيوقف إساءة. يعني ما ينفعش ابقى انا كمان ام متعصبه وصوتي جايب لاخر الشارع وبقول ده انا بوقف ابني علشان تعصب عليا. مفيش متعصب بيوقف متعصب، ما ينفعش. طب عشان اوقفه اعمل ايه؟ اكون انا اصلا مربي، فانا اساسا مش متعصب. تمام؟ فانا عملت الخطوه الاولى، لو انا عملتها صح فانا هوصل للخطوه الثانيه. لو الطفل ده أساء التصرف، يعني نوبة الغضب دي خليته يسيء لنفسه أو للآخرين. يعني يسيء لنفسه يعني إيه؟ في أطفال في نوبة الغضب بتأذي نفسها، تلطم، تشد في شعرها، تخبط راسها في الحيط، تخبط نفسها بشكل يعني تبقى عمالة تحرك جسمها جامد إيد ورجل، فممكن يخبط في سن الحيطة، في سن عتبة السلم، يقع من على السلم، حاجة كده.
فقاعده التربيه الاولى السلامه اولا، فانا بتحرى السلامه اولا، سلامته وسلامه الاخرين. ممكن اثناء غضبه يضرب اخوه، يضرب اخته، يضرب البيبي، يضرب مش عارف مين، يعني يسيء للاخر. فلو في اساءه بيبقى البند الثاني وهو وقف الاساءه بشكل حازم. وهنا نروح لقاعده التربيه الايجابيه وهي الحزم والعطف. انت عايزاني اوقف الاساءه؟ مش انت لسه بتقولي لي اقر المشاعر وقولي له انا فاهمه ان انت غضبان وانا مقدره غضبك، وخليك انت مقدر من جواك وفاصل نفسك وما تشخصنش الامر وتعاطف معاه. اتعاطف معاه ايه؟ ما انا هجيبه من قفاه بقى عشان بيضرب اخوه ولا بيشتم ولا بيصرخ ولا حاجه. لا، ايه ده؟ احنا هنعمل اتنين مع بعض، هتعاطف وابقى حازم في نفس الوقت. لو الطفل بيسيء انا بمسك ايده، لو هو بيحاول يضربني بمسك ايده وانا قافله وشي وثابته، ما بديش تعليمات، ما بديش مواعظ، ما بديش محاضرات، ما بتكلمش اصلا. الاحسن لو اتكلمت اقول كلمات بسيطه او ما اتكلمش خالص، وببقى ثابت لحين بس ان هو يسيطر جسديا على نفسه. ان هو مثلا بيضرب اخوه او بيضرب زميله في الكلاس او بيضرب زميله في النادي او مش عارف بيعمل اساءه في ايه، بيسيء لنفسه او الاخرين، بمسك بس ايديه اللي بيضرب بيها دي، اللي بيتعدى بيها دي. تمام؟ طيب يبقى وقف الاساءه لو موجوده. طب ايه تاني؟ طب الاساءه لفظيه ليه علاقه، بيقول انا بكرهكم، انتوا وحشين، انا ما بحبكمش، انتوا ظلمه. دي مش اساءه والله. ازاي؟ ده تعبير مش اساءه. يعني ان هو يقول انا ما بحبكش، هو حر، يحبك ما يحبكش ده مش موضوعك اصلا، هو حر. انت وحش ده راي برضه، وحش لا تحسب شتيمه. تمام؟ وحش ده رأي، انت وحش، انت ظالم، انا مش بحبك، انا مش عايزه اقعد هنا، انا عايزه امشي. كل دي رأي يدخل في نطاق التعبير عن الرأي، ما بيدخلش في نطاق الإساءة. الإساءة انه يسيء لك، يضربك، او ممكن يشتمك بلفظ خارج. لو هي شتيمة انت بتتوقف برد الإساءة ان انت تعبر عن استيائك من الشتيمة اثناء نقطة الغضب. انا ما اقبلش حد يكلمني كده، انا ما اقبلش حد يشتمني، انا ما ينفعش اسمح لك تشتمني. كلام واضح عن الشتيمه لو هي شتيمه فعلا، قال لك يا ابن كذا، يعني شتم فعلا يعني. لكن انت وحش، انا مش بحبك، انا مش عايز اقعد هنا، انا بكرهكم، انا مش عايزكم، كل ده كلام ايه؟ يدخل في نطاق التعبير عن الغضب. تمام؟ يبقى انا اقريت بنظره وبمعرفه وببادي لانجوج وبكلمه وبحضن وبلمسه لو تطلب الامر. انا سميت الشعور، انا عارفه ان انت غضبان، انا عارفه ان انت حاسس بالغضب، سميت الشعور عشان اقدر اسيطر عليه. انا وقفت الاساءه لو هي موجوده. الطفل الغاضب محتاج يتدرب على الانفعالات. سلسله كبيره من فيديوهات اعمل ايه لو ابني غضبان اتكلمت فيها عن اهميه تدريب كل الاطفال على الانفعالات. لو حضرتك معلمه لأطفال عمرهم من سن 2 بس لغاية 8 و9 و10 سنين وممكن أكبر من كده في المراهقين، حضرتك مدرب في نادي، حضرتك محفظ قرآن كريم أو أخصائي احتياجات خاصة، أيا كان تصنيفك، الأطفال جميعها يحتاج التدريب على المشاعر. استخدموا كروت التعبير عن المشاعر المختلفة، استخدموا المراية، ان انت تحط مرايه قدام الطفل وتبدا تخليه يقلد شعور معين، اعمل زعلان، اعمل فرحان، اعمل غضبان، اعمل خايف، اعمل متوتر، اعمل قلقان، اعمل غيران. كل المشاعر مقبوله. الشعور كلمه واحده فقط وليس شرح. الشعور كل المشاعر كالسحاب بتيجي وتمشي، مفيش شعور دائم مهما كان حلو او وحش. فبخلي الاطفال عندها تقبل لمشاعرها، عارفه انواع المشاعر. ما يبقاش عندي شخص عنده 10 سنين اقول له ايه هي المشاعر، يقول لي يا فرحان يا زعلان، بس مفيش تاني مشاعر ربنا خلقها لنا، مفيش، يا فرحان يا زعلان. طب فين خايف، فين قلقان، فين متوتر، فين غضبان؟ ده عدم وجود المشاعر دي وعدم معرفته بيها بيخليه مش فاهمها، بيخليه ما بيعرفش يتعامل معاها. لكن الصح ان الطفل يتدرب على المشاعر. استخدموا كروت المشاعر، استخدموا الميرور اللي هي المرايه قدام الطفل، استخدموا العاب الميرور اللي هي طفلين قصاد بعض كانه اصل ومرايه، وكل طفل يقلد شعور والتاني يقلد نفس الشعور ده. يعني طفل يعمل فرحان التاني يقلده من غير ما يقول. تمام؟ فالطفل يشوف مرايته في زميله وهكذا. الالعاب دي كلها من شانها ان الطفل يحسن فهمه للمشاعر بشكل عميق، يستخدم كل انواع المشاعر، يبقى فاهم كل انواع المشاعر، يبقى عارف اساميهم كلهم بانواعهم المختلفه الكتير، ويبقى عارف بحس بيهم امتى، بحس بيهم ازاي، بعمل ايه لما بحس بيهم، بعمل ايه لما الاخر يحس بيهم، بحس بيهم فين في جسمي.
في بطني ولا في دماغي ولا في رقبتي ولا في ايدي؟ يعني لما ببقى حاسس ان انا متضايق، ايه اللي بيبقى متضايق في جسمي؟ وهكذا. كل دي طرق لتحسين مهارات الطفل في التعرف على مشاعره بالقواعد اللي احنا قلنا عليها. وده مجال كبير جدا انفعالي واجتماعي مهم جدا 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 لجميع الاطفال. فيا كل معلم سواء في الفريق بتاعي او خارج الفريق، اتاكد دايما ان اولادك عندهم مهارات التعامل مع المشاعر. تمام؟ الخطوه بعدها وهي خطوه التدريب على الاي مسج، وانا عملت فيديو شرح للاي مسج قبل كده، وهي آلية بتستخدم في الفصل او في البيت، هدفها ان انا الطفل يفصص المشاعر اللي هو شرحت له دي. فيقول انا، اسمها اي مسج، فبتبدا بانا مش انت. مش هيقول لك انت وحش، انت بتغير مني، انت بتضربني، انت. الاي مسج بتكسر انت دي وبتبدا بايه؟ اي مسج. فانا اتكلم عن نفسك مش عن الاخر. فيقول انا حاسس بكذا، انا حاسس بالغضب، انا غضبان، انا غيران، انا زعلان، انا فرحان. فالطفل انت دربته فوق على المشاعر، فهنا بتخليه يستخدم المشاعر دي في مستوى متقدم شويه عن طريق الاي مسج، وهي 3 مستويات. يقول انا حسيت بكذا لما حصل كذا، واتمنى المره الجايه يحصل كذا. انا حسيت بالغضب لما قلت لي وقت الجردن خلص، وكنت اتمنى المره الجايه تقولي لي ناقص شويه وقت على قبل ما الوقت يخلص علشان ابقى مستعد ان انا ادخل الكلاس. فالطفل هنا بيستخدم الاي مسج، واللي هي مكونه من 3 اجزاء: وصف لشعوره، ووصف للموقف، وتوقعه للموقف المره الجايه ايه، يتحسن ازاي بقى، اعمل ايه عشان انت ما تبقاش غضبان بقى المره الجايه، اعمل ايه عشان انت ما تبقاش زعلان المره الجايه. فبالتالي بيحدد هو عايز ايه. كفايانا اجيال هي زعلانه وخلاص وفرحانه وخلاص ومش عارفه هي عايزه ايه. تمام؟ فده الاي مسج. تقدروا ترجعوا الفيديو التفصيلي للاي مسج تاني، شرحها بتفصيل اكتر من كده. طيب، يبقى انا مرنت الطفل على اقرار نوبه الغضب او اي نوع من الشعور، على وقف الاساءه، على تسميه الشعور، على مهارات المشاعر المختلفه، على الاي مسج. وكمان ما ننساش ان الطفل ده محتاج يتدرب على مهارات التفريغ. لما تحس بالغضب، لما تحس بالتوتر، لما تحس بالخوف، ايه الطرق الاخرى اللي ممكن تستخدمها غير ان انت تعلي صوتك؟ ما برفضش اسلوب معين، انا بديله مفاتيح كتير علشان مع التعود يكون بيستخدم طرق كتير لتفريغ التوتر. تمام؟ وعندنا عجله الغضب او عجله التحكم في الغضب، وهي موجوده في المؤسسه، تقدروا تراجعوها مع الاطفال، واللي فيها انشطه كتير. الاطفال بتلف العجله وتشوف السلوك اللي جه عليها ايه: يضرب المخده، ينط الحبل، يغسل وشه، يجري في الجاردن. يعني بيبقى فيها طرق كتير ممكن يستخدمها للتحكم في الغضب. تقدروا انتوا تصمموا العجله بتاعتكم او تستخدموا العجله الجاهزه اللي موجوده في المؤسسه او موجوده في المكتبات التربويه الكتير. كلها طرق لتحسين مهارات التعامل مع نوبات الغضب للاطفال. خليك مصدق ان انت واولادك بني ادمين بتغضب عادي، والغضب مش اخر الدنيا، والغضب مش حكم على الطفل بانه طفل غاضب او طفل سيء او ايا كان السلوك. تقبل الشعور بالغضب ومرن ابنك على تحسين مهارات التعامل مع الغضب. ده هيبقى افيد ليه في مراهقته وشبابه وفي عمره الجاي كله، وهيبقى صداقتك الجاريه اللي في حياتك وبعد ما ماتك محسوبه لك ان شاء الله. شكرا ليكم. ماجدة عمار. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ولايك للفيسبوك بيج بتاعتنا وسبسكرايب لقناه اليوتيوب احنا بتوع تربيه مع ماجدة عمار، وهتلاقوا فيديوهات كتير عن الموضوع ده هناك. وقولوا لنا اي موضوع تربوي تاني عايزيننا نناقشه المره الجايه.